الحمد لله رب العالمين يا رب. الله ربي للهدى يهديني، وهو الذي من فضله تكويني. قد جئت للدنيا لطاعة ذاته، أدعو دوما أن يكون يقيني. ولقد دعوتك خاشعا متبتلا، فعبادة الرحمن أصل الدين. أشهد أن لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة. وأشهد أن حبيبنا محمدا أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالرسول، وأرى كتابي باليمين، وتسر عيني بالقبول. أيها الأحباب، حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. ثم أما بعد، أيها الأحباب، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى العزيز الغفار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. موضوعنا اليوم بمشيئة الله تعالى عن الحذر والحيطة في القرآن الكريم. بداية، ماذا أقول وقلوبنا تعتصر مما يجري ومما يدور؟ ماذا نقول وأعماقي ممزقة من هذا الصمت الذي ران على القلوب
وكأن الحال يحتضر. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالحذر. قال جل من قال في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ربنا سبحانه وتعالى بأمرنا بالحذر من أعداء الله ومن هذا المكر الذي يحاق بأمة الإسلام وهذه المؤامرات التي تدبر على الإسلام والمسلمين. فالمؤمن كيس فطر لابد أن يعلى لهذه المؤامرات وهذه المكائد وهذا المكر الذي ينكر بأمة حبيبنا محمد. لأن زي ما قلنا قبل كده أي مسلم في شتى بقاع الأرض ملف واحد نفسه. أما تقول لا إله إلا الله في أي مكان في أرض الله في شتى بقاع الأرض ما دام هو لسانه نطق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو أخ لك أهم عندك من أبيك وأمك. لأن أبوك وأمك هيموتوا ولكن الذي يربط ما بينكما هو رباط الألوهية، هو رباط الواحد الديان الذي لا يفنى ولا يموت. فأنت مسلم بيقول لا إله إلا الله وأصبح أخوك أي مكان في العالم، فخلاص ده أصبح ليه عليك حق إنك أنت تنصره بما تستطيع سواء بكلمة أو بمال أو بدعاء أو بقوة أو بشتى أنواع النصر. له حق عليه، ليس هذا تفضلا منا ولكن ده حق علينا أن ننصر المسلمين في أي مكان. ده مش عمالين مش رفاهية، ده حق على كل مسلم. الواحد لما يشوف منكر ولا يتبعر وجهه يعذبه الله من أول المعذبين. لما ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا جبريل قال روح قرية واجعل عليها سافلها، قال له روح القرية دي وخدها وخلى عليها سافلها يعني عذبها كلها. فسيدنا جبريل قال له يا رب إن بها فلانا صالحا هو عبد من عباد الله الصالحين فيها راجل طيب وراجل لما يصلي وراجل لما يصوم وراجل لما يعمل الخير، فكيف نعذبه مع الناس اللي هتتعذب؟ ده دول مجرمين ودول متخاذلين ودول صامتين ودول ساكتين ودول يرون المنكر ويضحكون ويرقصون ويهللون على أشياء أمة محمد. فإزاي أعذب الرجل الصالح ده؟ فربنا سبحانه وتعالى بعد ما صلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم
قال له به نبدأ. عزم هو أول واحد. ده صالح، ده راجل من عمار بيت الله ومن حافظة كتاب الله ومن قارئ القرآن ومن المتصدقين وكذا وكذا، وما يعمل الخير ده راجل صالح. ابدا به كيف؟ ده ابدا به وهو اول المجرمين. قال له به فابدا. لماذا؟ لانه كان يرى المنكر ولا يتغير وجهه. لما تشوف طفل مسلم بريء يقتل غيلة وبدم بارد مع هذا الصمت وما تتأثرش، اعرف انك انت بعيد عن ربنا. لما تشوف مسلم اعضاؤه ممزقة وبيته قد هدم واصبح شريدا واصبح مشردا او اصبح طريح الفراش من المرض او من الاصابة او اصبحت به عاهات مستديمة او اصبح لا يرى ابناءه او اصبح لا يرى زوجه او اصبح لا يرى اهله. لما شفت كله وانت قاعد تتفرج وما تتأثرش اعرف انك انت بعيد كل البعد عن شرعة حبيبك محمد. اعرف انك انت لو نزل عذاب يبدأ من الله، لاننا لم تتغير وجوهنا، لم تتغير وجوهنا. رأينا هذا المنكر ورأينا هذا الفساد في الارض الذي لم يحدث منذ ايام التتار، ورأينا هذا المنكر ولم تتغير وجوهنا. ربنا أمرنا بالحذر، أمرنا بالحيطة، أمرنا أن نكون يقظين. شوف خلي بالك، يعني في أمور أنت لو أنت جربت منها أصبحت في وسط المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة، في حديث سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه وارضاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. فقالوا يا رسول الله وأين هم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وأكناف بيت المقدس إنها بشارة. هذا هو وعد الله. إذا كان أعداء الله قد تحالف معهم القاصية والداني وتحالفت قوى الشر جميعا وتحالف المفسدون جميعا على أن ينالوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومكروا مكرا كما قال الله تعالى في سورة النمل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ويمكر الله والله خير الماكرين. إذا كانوا تحالفوا ووعدوهم بالنصر فإن وعودهم كاذبة، لأن الذي يصدق هو الله
إن الذي وعد المسلمين بالنصر هو الله. شوف اسمع على حديث النبي، ربنا وعد أهل المقدس بالنصر بالرغم من ضعف قوته، بالرغم من قلة عاداته، بالرغم من قلة ما يملكون من مؤن وأسلحته وغيرها، ولكن الله تعالى وعدهم بالنصر من فوق 7 سماوات. ده مش كلامي، ده كلام سيدك النبي وسيدنا وحبيبنا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما تصلي على حبيبك النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني غالبين منتصرين بإذن الله لعدوهم قاهرين مهما أوتي أعداؤهم من قوة، ولكن بفضل الله سيقهروا، سيدحروا، سيهزم الجبر ويولون الدبر. هذا ليس كلامي وليس تنبؤا بالغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن هذا وعد الله، هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعدوهم قاهرين سيقهرون ويدحرون ويذلون ويرتدوا على أدبارهم خاسرين. لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم هذا الخذلان حتى يأتيهم أمر الله. ده مش كلامي، ده كلام سيدنا النبي. هيجيهم وعد ربنا، وعد الله بالنصر، وعد الله بالتمكين، والأيام شاهدة بيننا، وإن الله تعالى وعده صدق وحكمه حق وحكمه عدل حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك، يعني منصورين غالبين. فقال يا رسول الله مين دول اللي هم اللي يقعدوا في الرباط على طول وهم دول كليين والناس هتسيبهم ما ينتصروا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بيت المقدس وأكناف عن اللي حوالين بيت المقدس. ده وعد ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. في سورة الصف ربنا سبحانه وتعالى يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. عايزين يطفئوا نور الإسلام ونور محمد ونور لا إله إلا الله، ولكن هيهات أن له أن يطفئ نور الله. مش هيطفئ أبدا، سيظل موقد الله وسيظل نور الله مشعل ومضاء إلى أن يأتي أمر الله. اسمع إلى قوله تعالى في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ربنا هيتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره الحاقدون، ولو كره المتآمرون، ولو كره الغائظون، ولو كره الكافرون. سينتصر أمر الله، سيتحقق وعد الله. هذا هو وعد الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. توبوا إلى الله. الحمد لله وكفى
وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أخي الحبيب، احذر كسر القلوب. اوعى واحد يبقى طالب منك انك انت تنصره وتكسره بقلبك، انها اصعب انواع الكسور، ان كسر العظام يجبر. لما يعمل حادثه عافانا الله واياكم، لو عظمه كله دش اما يروح عند دكتور شاطر ويلبس له دي ويركب له دي ويعمل العمليه، وفي الاخر اما يشهد ويتحرك حتى وان تحرك على عصا جبر كسره يجبر. اما كسر القلوب لا يجبر، كسر الخاطر لا يجبر. لما يجي واحد يستجيب بيك ويستنجد بيك ويقول لك ساعدني ويجبر بخاطري ويستنصرك ويطلب منك النصر والتأييد، إياك أن تكسر بخاطرك. شوف يعني في قصة وردت في الأثر، كان في امرأة ضعف بها الحال، مات عنها زوجها، مرضية كانت غنية، زوجها كان غني، كانت امرأة علوية وكان زوجها غنيا، كان جوزها غني ومات، فانحدر بهم الحال واصبحت امرأة فقيرة لا تجد ما تقتات به هي وبناتها، مش لاقي حتى اللي يوكله، مش لاقي اللي يسد جوعه. فتعمل ايه المرة دي مرة شريفة وكانت غنية وكان عندها، وهي كانت بتدي الناس وكانت يدها هي العليا، تدور الوقت تتسول وكل الناس الدين وتشمت الناس فيها. فقالت لا، خدت بناتها بعد ما توحد تقول لا اله الا الله، اخذت بناتها ومشت في ارض الله الواسعه الى بقعه بعيده لا يعرفها احد فيها. راحت مكان بلد بعيده خالص، سالت مين هنا اغنى واحد، قالوا لها فلان ده شيخ البلد ده. راحت له قالت له يا اخي، وحكت له حالها وقصت عليه قصصها، حكت له الظروف، قالت له انا كنت مرض وغنيه وجوزي كان عندي والظروف والامر والحال مال بينا، وانا امراه علويه يعني امراه شريفه من نسل سيدنا علي، امراه شريفه عفيفه لا استطيع ان اتسول، ما اقدرش ادخل مكان جامع، ما اقدرش اسال الناس، ما اقدرش ادفع البيوت، فتصدق علي انا وبناتي. فالراجل بدل ما يكبر بخاطرها خرج لك السائل، قال لك في ورق بيقول لك لا ترد السائل وإن أتاك على فرس. جالك واحد فارس وجالك ما تقولش ما روح اشتري، انا بص ده اطول مني، ده بص بصحة عن قد ايه يا عمو، اديله اديك ربنا عمو الحاج، اوعى تكسر بخاطر الناس. فالراجل قال لها ايه الشيخ البلد ده، قال لها اقيمي البينة انك امرأة علوية، انا عايز دليل انك انت امرأة من نسل سيدنا علي. فقالت ليس معي الدليل، انا مش من البلد، انا مش من البلد وليس معي الدليل ولا استطيع ان اقيم البينة. فطردها هي وبناتها، طردها هي وبناتها، فسالت على رجل اخر غنيا في هذا البلد، فقالوا لها فلان التاني ده غني بس مش مسلم. امال ايه؟ قالوا لها ده مجوس، راجل كافر. فرحت رجعت اروح
حتى استطيع ان اسد جوعتي، وحتى ان استطيع ان اطعم بناتي الجياع، عشان اوكل بناتي الجعانين. راحت له حكيت له الموضوع، لا قال لها هات دليل ولا هات بينه ولا اثبت لك مره شريفه، واواها واطعمها وكساها هي وبناتها واكرمهم ايما اكرام. فلما مات هذان الرجلان، الرجل المؤمن الرجل المسلم اللي كسر بخاطرها، والرجل المجوسي الراجل المسلم، راى رؤية في المنام بعد ما صلي على حبيبة محمد. حلم ان القيامة قد قامت ونصبت الموازين. راى قصرا مشيدا ما اعظمه، مصنوع ومبني من الياقوت والزمرد والمرجان. ده قصر جميل قوي. ومين وقف في جنب القصر ده؟ وقف في جنب القصر ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا لمن هذا القصر؟ القصر ده لمين؟ فالنبي قال له لراجل مسلم. فالراجل فرح قال له انا مسلم، انا مسلم يا رسول الله، ادعني يا رسول الله. فالنبي قال له اقم البينه انك مسلم. الدليل انك انت مسلم، عامل تؤمن زي ما تعمل مع الناس هيتعامل معاك. اذا كنت قاسي على الناس ستجد من يقسو عليك، اذا كنت رحيم مع الناس سيسخر الله ويقيض الله لك من يرحمك. الجزاء من جنس العمل. عامل تؤمن تبقى حلو، ربنا يسخر لك كل الحلوين ويسعدك. هتبقى قلبك اسود وضميرك اسود، هيلم ربنا هيلم مع حواليك اللي قلبهم اسود والمتحرضين والملتوين والمكارين. لان الجزاء اخي الحبيب من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. فقال له هات لي دليل انك انت مسلم. قال له معيش دليل. قال له خلاص يبقى القصر ده مش ليك. فالقصر ده اعطيناه لواحد آوى امرأة شريفة كسر بخاطرها، كسر قلبها. تجيالك امرأة وجامك تستنجد بيه، تقول انا عايز دليل وعايز بينه. فخلاص طالما كسرت بخاطرها القصر ده ليس لك. فالراجل صح بسرعه وفين المرأة والنار يلف عليها. فقالوا له عند فلان ده المجوس. راح هناك اديله المرأة دي. قال له ليه؟ قال له انا عايزها. خد يا عم 1000 دينار وهاتها لي. فقال له هذا الرجل والله لن اعطيها لك، فان القصر الذي رايته في المنام قد اعطاه ايانا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال مش اديها لك ابدا. القصر اللي انت شفته قد جاءني النبي في المنام واعطاني القصر الذي كان لك. والله لقد اصبحنا جميعا انا وزوجتي وابنائي نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. احذر ان تكسر بقلب اي احد، لان واحد يستنجد بيك، يستغيث بيك، يستجير بيك. ده لو كان كافر ربنا يقول في سورة التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. لو كان واحد كافر ودي يستغيث بيك، يستنجد بيك، يطلب النصر منك، إن كان كافر شوف ربنا قال فأجره، يعني انجده، يعني عينه
يعني ساعده. قال جل من قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر المسلمين في شتى بقاع الأرض. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم أيدهم بنصر من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ارعن جائعهم واكس عاريهم وداوي جراحهم. اللهم داوي جراحهم. اللهم اشف مرضاهم يا رب. اللهم ارحم شهداءهم يا رحمن. اللهم ارحم شهداءهم يا رحمن. اللهم انزل عليهم جندا من عندك يا جبار، انك لم يعجزك شيء في الارض. اللهم انزل عليهم جندا من السماء وانزل عليهم مددا من عندك يا جبار. اللهم عليك باعداء الدين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على اموالهم. ربنا اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اقذف الوهن في قلوبهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم يا رب احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. ارنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد ويوم ثمود. اللهم لا تحقق لهم غايه. اللهم لا تحقق لهم في بلاد الاسلام غايه ولا ترفع لهم رايه واجعلهم لمن خلفهم عبره وايه. يا جبار يا منتقم يا الله. يا منتقم يا الله. اللهم احفظ مصرنا واجعل بلادنا امنه مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على محمد في الاولين والاخرين واقم الصلاه. الله أكبر الله